اجمل ما في الملوخيه هي الطشه بتاعتها. طبعا خدت معايا 3 معالق من الثوم الكبار، وخدت معايا نص معلقه فلفل اسود، وخدت معايا ربع كوبايه من الزيت، وخدت معايا كمان معلقتين من كزبره ناشفه، وكيس الملوخيه اللي انا هعمله بعد ما فك. وطبعا عندي ربع هيكل فراخ انا اللي خليه. اهم حاجه طبعا في هيكل الفراخ ده لازم ياخد صدمه كويس جدا. ليه؟ لان انت مش هتحط فيها مرقه فراخ، ولا تحط فيها خضره، ولا تحط فيها اي حاجه تانية، ولا طماطم، ولا اي حاجه. هو انت هتكتفي بالخامات دي بس. بصراحه انا بحب الملوخيه الفريش جدا، بس ما عنديش المخرطه بصراحه عشان اضحكش عليكم. بصراحه كان لونها حلو وطعمها حلو والتركيه بتاعتها كانت حلوه. احسن ما تروح تجيبها من اي مطعم من بره ويشتغلك ويقول لك دي فيها توم وما فيهاش توم وطعمها ما يبقاش حلو. لا، انت تظبط انت التركيه بتاعتك هتديك احلى من اي مطعم من بره، ومش هتبقى غاليه قوي. حرفيا كيس الملوخيه ده عامل 10 جنيه. بصراحه ما تنسوش تدعموني على قناه يوتيوب رامي سعد محجوب. وبصراحه كمان طعم الملوخيه كانت حلو قوي، وكمان احلى ما فيها ودن القطنه. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.